مرحبا عائلة سيمان وشهد، كيفكم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير. واخيرا اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا لما نحن نختفي عنكم ونرجع بفيديو بيكون الفيديو هذا كتير مميز وكتير حلو. اوه ماي جاد، صار لنا 6 اشهر اي ثينك، او حتى خجلانه احكي باي. انا كمان خجلان منكم بصراحه. ما بعرف فكرك انا خجلانه من الكاميرا اصلا ميبي. حابب احكي معكم هيك وش هيك بالارض ايه هيك. بالارض ودي حمر. عن جد علينا. خجلانه من الكاميرا كانه هلا مبلشه يوتيوب. anyway اليوم كثير مميز. ليش؟ لانه ميرا اليوم ميرا رح تتخرج من الجامعه. اللي لا مو لهالدرجه غبنا. لا بجد طلعوا وشي، مالكم حاسين انه انا هلا فايق من النوم ونعسان وقصص. السبب شو هو؟ السبب احكي له. لا بجد الله، لا هالمره جد. احكي له شو السبب. السبب انه ميرا رح تتخرج اليوم. من وين؟ وبسكت. احكي له من شو رح تتخرج هي. يعني ميرا رح تتخرج من الحضانه. ليه انت ماخذ الموضوع مسخره؟ لا والله بيبي، والله ما اخذ الموضوع مسخره، بس انه كيف انه هن هو لانه شايفه انه حضانه هو بس برايه تخرج للجامعه وهي يعني للكبار، فهو ما عم يستوعب انه ميرا انه الصغيره عم تتخرج. انا عم بضحك. بتعرفوا ليش يا جماعه؟ لاني حابب اشوف رده فعلكم لما نحن عم نحكي عم نقول ميرا رح تتخرج، وبعدين بالاخير اللي ما بيعرفنا يشوف ميرا هيك قد صغيره فرح تتفاجئوا رح تتخرج من شو. اوكي الموضوع كثير كيوت يا جماعه، الموضوع كثير انا وشهد متحمسين له، حتى ميرا متحمسه كثير للموضوع. عندها لبس خاص للتخرج كمان، بتعرفوا مثل هدول الجامعات قبعه ولبس الاسود. حنصور لكم شكلها اوكي لانه كثير طالعه كيوت اليوم الصبح. لازم نعجل شوي، نحرك حالنا حتى ما نتاخر على ميرا، لان الموضوع رح يصير الساعه 10 صح؟ رح تبدا الحفله. في ابديت جديد ادم بلش. نسينا نخبرهم انه ادم عم بيروح على الحضانه. بتعرف صار كثير مو شايفين ادم، يعني هلا ممكن يلي بس بيتابعنا على اليوتيوب مو على السوشيال ميديا الثانيه هلا بيتفاجئ انه ادم كبران. بس بعتب عليكم لانه انتم لازم تكونوا متابعينا على السناب شات وعلى الانستغرام وعلى التيك توك، لان احنا دائما متفاعلين بهي المواقع الثانيه. اوكي المهم احكي لهم ادم يا جماعه ما صار له زمان كمان بلش روضه، تقريبا صار له اسبوع مبلش روضه. حاليا شاد عم بجهز له علبه الاكل تبعيته. طبعا ادم كثير بنحاول نفس مشاكل ميرا. تذكروا ميرا لما كانت صغيره كمان هي عندها كان مشاكل بالاكل وما بتاكل، نفس الشيء ادم. سبحان الله سبحان الله، كيف واحد بيعرف انه اخوه كيف واحد بيعرف انه اخوه حبيبي من هاي العاده. نفس الشيء ما بياكل بس بيشرب حليب. ما بياكل بس بظن حليب، وممكن ممكن بعض الفواكه هي الاشياء ياكلها، بس اكل نو. بظن على العمر 3 سنين راح ياكل مثل ميرا ان شاء الله. ان شاء الله. على فكره يا جماعه نحن عم نحاول معه كثير، بس كثير عنيد ادم كثير. نفس ميرا نفس مشاكل ميرا، بس هلا حاليا لو تشوفوا ميرا كيف تاكل احكي لهم كيف تاكل. احكي لهم ايه ميرا ما بنقدر نوقفها عن الاكل صايره. ان شاء الله ما قلنا ان شاء الله. هذا هو اكل ادم. اكل هذا. لا في كمان يوغرت ان شاء الله ياكله. بيبي هالوجبه اذا بتعطيني انا بشبع منها. عملتي له الصفرة انت، ما عملتي له وجبه. بعمل علي يعني، هو صحيح بيرجع نفس ما هو اللانش بوكس، بس يعني بحاول انه بلكي وشوف الاطفال الثانيه بتشجعني. جايز الشيء الوحيد ممكن اللي مو تغير بالعيله انه نحن لساتنا بنفس البيت صح؟ ما غيرنا البيت. قبل كنا كل سنه بنغير بيت وهيك نروح على بيت جديد، بس هالمره ما بعرف، بس بحس انه نحن ارتحنا على هذا البيت صح؟ انه هيك بحسه مناسب إلنا حجما وشكلا وكل شيء ومضمونا. يلا باي. يسلم لي هالحلو صباحو. صباح الخير بابي. 1 house 2 house 3 houses. ادم تروح باي باي. اليوم عندك حفل تخرج اختك بابي. اوكي يلا ادم are you ready to go؟ يلا امشي نروح. هذا سلو موشن بيعمل مثل الفيديو بالضبط. اوكي بابا هذا مو كرسي تبعك، اوكي خلص حولنا على الكرسي هذا انت لاني هلا كبرت. ماشي عود هنيك بابي. هلا رح نروح على النيرسري، بتاخذ تقريبا 20 دقيقة. طبعا اليوم وبكره هو اخر ايام دوام لميرا، بعدين تبلش العطلة الصيفية، بعدين حتغير من الحضانة الى الروضة الى الجامعة. وصلنا. هاي روضة ادم وميرا.
الحفله، حفله التخرج رح تصير هون. ادم لسه ما متعود، طبعا هذا الاسبوع الاول ودائما متعلق فينا قبل ما نروح. ميرا نفس الشيء صار معي، يعني امر طبيعي بظن. هاي زينه التخرج، هون الاطفال كلهم لابسين لبس التخرج معلقين صور وزينه. شوفوا يعني نوصل ادم على صفه قبل ما نبلش الاحتفال بتخرج ميرا. انا ما حبيت افرجيكم صوره ميرا وهي لابسه اللبس لاني حسيت الصوره مش كيوت مثل ما تشوفوها بالحقيقه. فا اوكي ادم حطيناه بصفه بس متعلق بشهد مش حابب يدخل يا جماعه. على فكره هذا الموضوع كل يوم بيصير معنا، كل يوم. بابي يا علقتي انت هون على فكره. شو عم بيصير هون؟ يلا ادم تعال. ماما بحكي. هي القاعة اللي رح يكون فيها. الله شوفوا الصور، شوفوا حركات ميرا وصفها بغرفة ثانية عم يتجهزوا، عم يلبسوا لبسهم وما شو عم يعملوا، عم ياخذوا جلسة تصوير كمان. لا الموضوع فيديوهات توزيعية. لا بجد الموضوع تخرج. بيرثداي. حدا اعطاها هديه من حيث لا نعلم. مين اعطاها هديه؟ ما بعرف. بابي. بص ماما. شو افتحها ولا لا؟ افتحيها لك ولا لا حبيبتي؟ هي هديتها. اوكي انا بعرف انه انت متحمسه تشوفيها اكثر منا. رجعنا على البيت، طبعا رجعنا على البيت من دون ادم. ادم لسه ما خلص دوامه. اول ما رجعنا على البيت ميرا شو عملت؟ في هديه هي عباره عن احرف. ميرا عم تسال على ادم، فكره ادم بالبيت، ما بتعرفوا هي انه ادم بالروضه، فعم تسال عليه بدها تعطيه الهديه. شوفوا جمال الصوره. صورة تخرج وحركات وقصص. هي شهادة تخرج بيبي. بدك تنتبهي. هي هدية من رفيقتها. This is from Maya. Maya, yes. Look. Play-Doh. Yeah. هي الهدية اللي بدها تعطيها لآدم. ميرا look. ميرا. بابي look. It's small. Yes, it's small hat. It's too small for you. Yes. اوكي قعدنا. ابتسامة؟ هي ابتسامة الفخر. كثير فخر وكثير مبسوط. صراحة. لا بجد الاجواء كانت كثير اجواء انه لازم واحد يكون فخور غصبا عنه. خاصة لما عرضونا الصور، صور بالروضة والاكتيفيتي اللي كانت تعملون مع موسيقى هيك حزينة هيك. انا مرتين ثلاثة كنت رح ابكي. شفت يمان عم يدمع وانا كمان دمعت صراحة. جد غصبا عني. احنا الوحيدين ما بعرف حسيت انه احنا هيك الناس غريبين. مو طبيعيين، العالم هيك عم تطلع علينا شغل. بس لا انا مشان هيك ما قدرت مسكت البكيه لانه قلت هلا العالم بفكروا انه انا مجنونه يعني. لا بجد انا كمان عن جد مسكت حالي. انا لو كان ما في حدا اوكي كنت ماسك حالي غصبا عني ماسك حالي. هي الموسيقى والصور اللي حاطينها كانت كتير كيوت. الصور مع الموسيقى هيك عاطي جو احزان يعني بصراحه، فمشان هيك كان وضع مؤثر كتير. مهم هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه مثل ما احنا حبيناه. بعد كم يوم عند ميلاد ميرا وبعدين عند ميلادي. تخيلوا ميرا شهر 1
بشهر السابع يوم 1/7 وانت 1/7 وانا انا امتى؟ انا 17/9. انت التاسع. انا وادم بعيدين، عيد ميلاداتنا بعيده. شو رايك نخلط عيد ميلادي وعيد ميلادي؟ وعيد ميلادي كمان وعيد بعض. ميلاد ادم. هيك عيد ميلاد عائلي. ايه عيد والله. ميلاد عائلي. بس لا مو ظبط بعاد. لا ممكن لاني انت نحن بعاد صح. ممكن انت بابا يا عمري شو بدك؟ بدها ادم. ادم بالروضه يا بابا، ادم بالمدرسه. اوكي Yeah. هلا شوي تاني بروح جيبه ماشي. تمام. هي كثير متحمسه على موضوع انه رح تعطي لادم هديته، فهي الفكره. اوكي يا جماعه هيك وصلنا معكم لنهايه فيديو اليوم. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو. لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس التنبيهات، وكمان ما تنسوا تفجروا فيديو لايكات. نشوفكم فيديو جاي. يلا باي.